أول بأول، مش هتاخد وقت معاكي، مش هتاخدي وقت ومجهود في تنظيف البيت. هنا بقى أنا قلت كده أكنس حوالين السفرة ونروق كده من تحت السفرة ومن الجناب، نحاول كده نلم كل حاجة. أنا والله يعني كسلت أطلع المكنسة الكهرباء، فأنا قلت أنا كنت كده كده أصلا يعني منفضة وماسحة وشايلة كل الفرش من كام يوم، فقلت هاخد كده من فوق الوش بلاش أطلعها يعني. وبدأت كده أنضف وألم كل حاجة كده على قد ما أقدر. افتحي كده الشبابيك، خلي الشمس تخش البيت كده. الشمس كده بتدينا طاقة إيجابية حلوة أوي كده، وتقينا من الأمراض على الأقل كده، بتغير جو البيت. هنا بقى هكنس كده من فوق الوش. أنا زي ما قلتلكوا كنت شايلة الفرشة من كام يوم وماسحة ومفضة، وكنت غاسلة الحفاظات ديت في الغسالة. أنا شايلة سجادة البيت كله. في الصيف الجو عندنا شقتنا حر أوي بصراحة، منها للسقف على طول، فباجي في فصل الصيف وبروح شايلة كل السجاد وبفرش كده حفاظات بسيطة ومشايات صغيرة كده في البيت. هشوف دلوقتي بعزل البيت يعني. أنا بقى جبت الشرشوبة وحطيت فيها مية وحطيت فيها شوية ديتول كده وشوية معطر جو، معطر أرضيات وملمع. بدأت كده إن أنا أخدها تطويقة كده على السريع، حتت الزهرة بس يعني، مش هنشيل ولا هنحط. أخدت هنا كده من حوالين السفرة يمين وشمال، مطرح كوكو ما بتخش تبهدلي الدنيا كده. بنتي ما بيحللهاش اللعبة أصلا إلا تحت الكراسي هناك كده، وتاخد الأكل في إيديها وتروح هناك كده تبهدلي الدنيا يعني، ما شاء الله عليها. ما بتتوصاش في الحاجات دي والله يعني، تاخد الشهادة العالمية في الموضوع ده. خدت السلمة كده اللي قدام الصالة التانية. هنا بقى أوضة النوم. عايزة أقولكوا أوضة النوم والله يمكن بقالي 10 أيام ما دخلتهاش ولا رتبتها. أنا الشقة عندي حر أوي، وبالذات الأوضة دي بتبقى في الحر يعني نار، محدش بينام فيها أصلا. احنا كلنا بننام يا في أوضة الأطفال يا بنطلع ننام في الصالة برا، فعشان كده هملاها شوية يعني. بس قلت لأ مش هينفع، لازم بقى نديها ترويقة كده على السريع، نروق الدنيا. تحت الشباك كده وغيرنا، كنت شايلة فرش السرير قبل كده وغسلاه وما فرشتوش من وقتها يعني، محدش بينام وكسلت بصراحة يعني. قلت بقى مش هيفضل المظهر العام بالمنظر ده كده، مش هينفع، لازم نروق يعني. ابتديت إن أنا أنفض كده وأنفض حوالين السرير، واديته بصراحة فصلت الكاميرا وهشيت الحيطان هفة محترمة كده والشبابيك. وقلت بعد كده بقى نظبط الدنيا كده. بصراحة يعني جو الأوضة دي والله يعني لا يطاق، محدش بيستحمل أصلا يقعد فيها يعني. الجو عندنا هنا هي بالذات الأوضة الوحيدة دي في البيت كله، يعني البيت كله هوا حلو في الصيف، في عز الصيف هوا جميل يعني حلو أوي. ما اعرفش الأوضة دي بالذات ليه يعني، يمكن عشان لون الدهان يعني، بس لون الدهان ملوش علاقة بالشمس برا. وبرغم ان الصالة برا التانية اللي انا كنت فيها دلوقتي الشمس بتضرب فيها اكتر من الصبح، الشمس بتضرب فيها. هنا بقى أنا عشان انا حاطة السرير جنب الحيطة عشان كوكو بتنام معايا لسه، فحطاه جنب الحيطة، فحاطة 2 الكومودينو جنب بعض. بديت بقى جبت ملمع الإزاز كده، وبدأت إن أنا ألمع كومودينوهات كده الإزاز من فوق، ورشيت رشة كده بسيطة على الخشب، وبدأت إن أنا ألمعه برضو، ورصيت كل حاجة تاني. هما شايفين الأوضة فيها كمية كركبة يعني، مهمولة مهجورة. ما بحبش والله أسيب الحاجة كده، بس يعني الواحد مكسل، الجو حر أوي بصراحة، وعايزين نفضل قاعدين كده في حتة ترطب علينا، فهاملة الأوضة دي أوي بصراحة يعني. أنا بعترف ده غلط يعني، بس
إن شاء الله يعني ما يتكررش. اهي كوكو يعني إن شاء الله، لأ هي جاية تشوف بس ايه اللي ناقصه، كركبة تكمل كركبة عليه. احنا بقى ملمع الأزاز كده وادينا التسريحة تلميعة كده على السرير. هنا خلصنا التسريحة وروقنا عليها ومسحنا الإزاز ومسحناها من تحت، الخشب وكل حاجة كده روقناه. هنلم بقى، أنا قلتلكوا إن أنا شايلة السجاد كله، فأنا حاطة شوية بس مشايات كده بسيطة في كل مكان، مشايتين ولا حاجة كده يعني، مسيبش البلاط. هنا لقيتهم مطربين زيادة عن اللازم، فقلت بلاش حف عشان الخشب اللي أنا لسه ملمعاه ده، وخدتهم برا قدام الباب برا، واديتهم بقى تنفيضة محترمة. نبدأ بقى كده نلم كل العفار، الكناسة اللي كانت موجودة فيها. والشبابيك دي برضه أنا مسكتها، الباب البلكونة ده أنا مسكته بالفرشة بتاعة الجاروف الصغيرة، وهشيته هشة كويسة برضه. هنلم الزبالة كده مع بعض ونكومها ونعملها نلمها بالجاروف. هنا بقى جبت برضه الشرشوبة وظبطت ميتها ودنيتها، وابتديت إن أنا كده ألمع السيراميك على السريع كده تلميعة بسيطة كده. هي يعني الأرض نضيفة، هي محدش بيدخل الأوضة، بس مفيهاش دهس وبهدلة، والأرض يعني حلوة مش محتاجة دعك يعني، ولا هي يدوبك بس كده تلميعة. وبصراحة ريحة المعطر في الشقة مدية ريحة حلوة قوي، تفضل كده معلقة في الأرض كده وفي البيت كله كده كام يوم والله. يعني كل ما نفتح باب أوضة كده وتخشي الريحة بتقابلك كده حلوة. دايما هو فصل الصيف عاوز كده، هو مش عايز فرش، هو عايز حاجات بسيطة كده على الأرض تبقى سهلة معانا في الشيل والحط، عشان احنا كمان ما نتعبش، ولما نتعب نقوم نزهق ما نعملش. لأ يعني حاجات بسيطة كده، والجو حر وسهل علينا كل يوم والتاني نشيل ندي تطويقة كده على السريع، نرطب على نفسنا يعني. أنا مشيت كده على أرضية الدولاب من تحت، خلصت كده بقى مسيح وابتديت إن أنا أفرش. شايفين إن مساحات الأوض عندي ضيقة أوي ازاي، يعني شايفين حتة السجادة الصغيرة دي بينها وبين السرير مفيش. السجادة الصغنونة دي بتاعت أوضة الأطفال، بس أنا عشان شايلة يعني الفرش من أوضة الأطفال قلت أفرشها هنا، هي صغيرة. وكده رجعت الأوضة معانا يعني حاجة حلوة أوي والله. وما نتمناش إن احنا نهمل المكان كده تاني، والحر يخلينا دايما طفشانين ودايما هربانين ومش قادرين نعمل حاجة، بس كده عايزين نفضل قاعدين في حتة يكون جواها حلو ونفضل قاعدين كده. أوضة النوم معانا بقت جاهزة، وكمان رشينا معطر على الستاير وعلى الفرش، وظبطنا كده. دايما المعطر رشيه على الستاير وعلى الفرش ويفضل ريحته ثابتة، وكل ما حد يتحرك أو الفرش نفسه كده يتحرك أو حاجة الريحة تطلع تبقى ريحته حلوة. أنا أوضة الأطفال بقى أنا عندي ضيقة أوي أوي، ما بعرفش أصور فيها، بس أنا ما عملتش فيها برضو حاجة. أنا ظبطت السراير كده بس على السريع، وكنست الأرض واديتها تطويقة سريعة برضو كده. هنا دي الصالة التانية، أنا قلتلكوا إن أنا عندي صالتين، دي صالة داخلية قدام الأوض. هنا أنا فرشة حصيرة بلاستيك مكان السجادة، برضو كنست كده من فوق الوش، ما شلتش فرش ولا أي حاجة. كنست وهنطلع الزبالة على السلم، هكنسها أنا بعد كده. وبرضو طوقت الأرض وظبطت الدنيا كده. ودي أسهل روتين ممكن تعمليه في يومك، يعني هو روتين اليوم الطبيعي مش محتاج حاجة، يعني نروق الدنيا كده ونظبط الفرش ونشوف ورانا ايه كده، وإيدنا أول بأول كده في البيت، يفضل البيت بتاعنا كده
شكله حلو ومنظم، وإن الأطفال والله بتبهدل كل حاجة يعني. احنا مبنقعدش أصلا طول النهار نبهدل ورا منهم، نلم ورا منهم اللي هما بهدلوه قصدي، ونلملم من هنا ومن هنا، بس يعني على قد ما نقدر هنتعب، بس يعني لازم نكون على قد ما نقدر الدنيا مظبطة كده حوالينا. هنا بقى دخلت على المطبخ، وكان عندي مواعين من امبارح بصراحة، كنت تعبانة، الأملاح تعباني شوية، ما قدرتش إن أنا أغسل حاجة يعني، سبتهم لتاني يوم. هندعكهم كده بقى. عندي بغسل المواعين بصابون، صابون اللي هو القطع ده بتاع غسيل المواعين، بصراحة بحسه بيلمع المواعين أكتر من الصابون السايل. الصابون السايل حلو أوي برضه، بس الألمونيا بالذات تحسها عايزة اللي هو القطع ده، لازم منه عشان الدنيا تظبط يعني. ما كانش عندي مواعين كتير يعني، هما حلتين وكم طبق كده يعني، مفيش مواعين كتير. هو كان كوبايتين قهوة كده على كام كوباية معلقة، وظبطنا كله. أنا عندي خصاصي سلكة مخصوص للكوبايات، غير السلكة اللي بتستخدميها في غسيل المواعين. أنا عندي السفنجة دي اللي هي السلكة دي مخصصاها معايا للكوبايات بس، ما بغسلش بيها باقي المواعين يعني. وبغسل بالسلك التاني اللي هو السلك بتاعنا العادي ده بقى بدعك بيه المواعين. لكن انت دايما حتى يعني لو مش هتستخدمي ليفة كده خصصي للكوبايات حاجة تانية لوحدها. هنظبط بقى كده الحوض، اديناله دعكة كده على السريع، وبالمساحة دي بصراحة المساحة دي حلوة أوي، بتشد كل المية من على الحوض وبتنشف معاكي بسرعة. أنا بقى نبدأ بقى تجهيز الغدا، وطلعت هنا فرخة من الفريزر وأنقعها بشوية مية كده تفك معانا عشان نبدأ نجهز غدانا. وما أحلانا والله كل يوم كده نقوم بس كده تنفيضة سريعة على السريع ونخش نشوف نعمل غدا ايه ونجهز كده ونملى بيتنا دفا وخير. كنت فصلت، قلت قبل ما أبدأ كده الغدا أعمل لي كوباية قهوة كده تظبط المود شوية. نايمين أصلا يعني الساعة 11 كده قرب الضهر، فقمنا روقنا على السريع وفطرنا الأولاد وهنشوف غدانا ونشوف اللي ورانا. هما هنا كده هما كانوا فطروا يعني، بس عايزين حاجة كده ياكلوها يتسلوا فيها، فهبدأ أعمل لهم كده سندوتشين مربى كده، أي حاجة كده تديهم طاقة ويبعدوا عني شوية. أنا كان عندي التوست ده في الفريزر بصراحة، طلعته وحطيته في الميكرويف كده نص دقيقة، بقى زي الجاهز بالظبط أكنك لسه جايباه، وفردتلهم عليه مربى. عملتلهم كده سندوتشين مربى يتسلوا فيهم بعيد عننا. نبدأ بقى نجهز الغدا بتاعنا. أنا معانا جبنة كوسة وبتنجان وخضرة، حاجة صبحة وفريش، وهنبدأ بقى ايه نشتغل فيهم على طول. ابتديت أشيل الحتة من فوق دي، وحتة صغيرة اللي هي بتبقى تحت دي الموجودة فيها. ننضف كده الخضار بتاعنا. قولولي انتوا بتغسلوا الخضار قبل ما بتقوروا خضار المحشي ده الكوسة والبتنجان ولا بعد؟ أنا عن نفسي بقور الأول كده، بعد كده ببتدي إن أنا أدعكهم وأغسلهم كويس. بشوف ناس تقولوا لأ لازم ينغسلوا الأول يعني أنضف وأحسن، بس أنا بصراحة يعني ما بدقش يعني، لأ بشتغل كده بعد كده بغسل عادي يعني. أنا المقوار اللي معايا ده من أيام ستي بس بصراحة برتاح فيه، ما برتاحش في المقاوير المشرشطة بتاعت الأيام دي. ده واسع، بقه واسع كده بيخش يجيب البتنجانة كلها في لحظة لكن التاني باحسه بيقطّع منّي الحاجة وبيخربشها من جوّه، ما باعرفش أشتغل بيه بصراحة. ده أنا أخدته من أمي والله بعد ما اتجوّزت، ما عرفتش أشتغل بالمقاوير الجديدة بتاعتنا دي، فأخدت منّها ده.
بقى خلصنا باقي الكمية ومسكت السكينة المشرشطة كده، ويعني بعمل لهم شوية رسومات خزعبلية كده على الكوسة، لازم برضه نزين الحاجة كده، بس والله بتديها منظر حلو وبتخلي الشكل الجمالي حلو، يعني العين بتاكل قبل القلب يا جماعة والله يعني. على قد ما نقدر نزين كده ونهشتك الحاجة كويس أوي يعني نفتح نفسهم. ونشرشطيها بقى كلها كده وظبطيها. نبدأ كده بصلتين قطعناهم وحطيناها على النار. حطينا أنا بعمل التسبيكة بتاعة المحشي بالزيت، أنا ضربتهم في الكبة يعني، وحطيتهم بقى يتسبكوا. على ما يتسبكوا هنجهز الطماطم بتاعة التسبيكة. هنا بقى أنا هضربها في الخلاط بصراحة، بس وانتي بتضربيها حطيلها قرن فلفل أحمر، بصراحة بيودي اللون في حتة تانية، بيخلي لون التسبيكة أحمر قوي، وكمان بيخلي الطعم بتاع المحشي حلو خالص. احنا أصلا ما بنحبش محشي الفلفل يعني، أنا بحط قرن أو قرنين كده بس يعني يدوا ريحة في الفلفل، لأنه بيدوا ريحة وطعم، لكن كأكله هو كده احنا مش بناكله يعني، مش بنفضل. أنا بقى جبت الطبق ومليته مية كده، وخليت المية شغالة مية جارية كده، وبدأت أغسل أنا مسرعة الفيديو يعني عشان ما ناخدش وقت، بس هي بدعك فيهم كويس قوي، وبدخل المية جواهم مرة واتنين وبفضيهم. وجبت الرز وغسلته وجهزنا كده، هي كانت خلاص التسليكة بتاعتنا خلاص، فأنا جهزت الحاجة. والفرخة هناك كانت فكت، أنا كنت قطعتها وعصرت عليها ليمون ورشيت عليها ملح وسبتها كده تتنقع شوية. وممكن برضه تعمليلها محلول النقع بتاعها، ملح وليمون ودقيق وسنة خل بسيطة خالص، وحطيهم مع بعض كده يتنقعوا. حطي ورق لورا معاهم حبهان لو عندك، لو إمكانية مساعدة، بس أنا اكتفيت بالليمون كده والملح. وابتديت أقلب بقى خلطة المحشي، أنا حطيتله بس كمون وفلفل أسود وكزبرة، وبصراحة حطيت ملح سعودي. أنا الملح السعودي بستخدمه في كل الأكلات، أنا ظبطت ملحها. الملح السعودي ده مش بيحدق، مش بيملح يعني، ده بيدي نكهة، أنا بستخدمه في معظم الأكلات يعني، بيدي طعم حلو خالص في الأكل. خلينا بقى نعبي كده البتنجان بتاعنا والكوسة، نظبط الدنيا. هنا بقى كنا خلصناهم ورصينا ومشطرنا والله يعني، نظبط الدنيا. بحب البيت والمطبخ أوي بصراحة يعني، وأوقات بيجيلي وقت إن أنا ببقى زهقانة مش قادرة، بس في الحالة العادية يعني في الطبيعي بتاعي لأ، بحب البيت وبحب المطبخ ومبحبش أطلع برا كتير. كانت الفراخ بقى استوت معايا، وحطيت الشوربة عليها طماطمية صغيرة مضروبة في الخلاط كده، وسقيت البتنجان وسويناه. وده كان يومنا، يوم بسيط، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. ولو عجبك الفيديو حطيلي لايك ودعميني بكومنت، وقوليلي عايزين نعمل ايه مع بعض الأيام اللي جاية. مع السلامة.